ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بإستوريل بمدينة كاشكايس البرتغالية حفلا خيريا في إطار الدورة الثالثة لحفل بال دو لا ريفييرا التي خصت سموها بتكريم لجهودها لمحاربة السرطان. نبيلة أزرقان وعبد العالي عياد. لدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان إلى إستوريل بمدينة كاشكايش، وجدت في استقبالها الأمير شارل فيليب دورليون وعائلته وعمدة مدينة كاشكايش كارلوس كاريراس. سموها ترأست الدورة الثالثة لحفل ديلا ريفييرا الشهير الذي يجمع العائلات الملكية وكبار الشخصيات المؤثرة في العالم التي تلتئم خدمة لقيم التضامن والصداقة. في مستهل الحفل تم عرض شريط عن عمل مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان منذ سنة 2005 التي تحرص على إنشاء مراكز للأنكولوجيا ودور للحياة في عدة مدن بالمغرب. وقد سلم الأمير شارل فيليب دورليون درع تكريم الدورة الثالثة لحفل ديلا ريفييرا إلى صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، تقديرا لعملها الدؤوب وانخراطها المتواصل في مجال محاربة داء السرطان. سموها شكرت في كلمة لها منظمي هذه التظاهرة العالمية على دعمهم لجهود المؤسسة لكسب رهان محاربة السرطان. Cette troisième édition est dédiée à la princesse Lala Salma et à sa fondation, la fondation Lala Salma. الدورة الثالثة هي على شرف صاحب السمو الملكي الأميرة لالا سلمى وعلى شرف مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. الفكرة ذات بعدين، البعد الأول هو تحسيس الناس بمشاكل السرطان، والثاني هو جمع التبرعات لفائدة المؤسسة. وأنا جد معجب بالخدمات والعمل الذي تقوم به صاحب السمو الملكي الأميرة لالا سلمى داخل المغرب لفائدة المرضى بالسرطان، خصوصا الفئات المعوزة. كما منحت جائزة التضامن إلى مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان اعترافا لما حققته طيلة السنوات الماضية في الميدان. وخلال هذه الأمسية صدحت ترانيم الفاضو البرتغالي بصوت الفنانة آنو مورا في توليفة موسيقية عذبة مع شذو الفنانة المغربية زينب أفيلال. ريع الدورة الثالثة لحفل ديلا ريفييرا يعود لفائدة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. تكريم حفل ديلا ريفييرا في ثالث دوراته لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان اعتراف دولي بجهود سموها المتواصلة لكسب معركة هزم السرطان. من إستوريل البرتغالية، نبيلة أزرقان وعبد العالي عياد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.